نبارك لمشايخنا في المحل المكان الجديد هذا المبارك. يعطيكم العافية، جزاك الله خير على الإنجاز اللي عم بنعمل هون في هالمقام والمشاريع اللي بتقام حواليه كمان. الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير. بالنسبة لهالأوضاع اللي موجودة في الجبل، صحيح يعني كل الطائفة وين موجودة من دالة الكرمل لحلب كلها مزعوجة وقلقة على اللي عم بصير هناك. احنا طبعا في معية اخواننا ومشايخنا واهلنا ندعي لهم في الخير والبركة والتوفيق وهداة البال، وندعيهم للوحدة، انه التحديات اللي موجودة هناك والاوضاع الاقتصادية اوضاع صعبة جدا، واذا ما تعاونوش الكل. وبنوجه كمان رسالة للدولة السورية انه الكل انه يعني يجب الاستجابة لطلباتهم. اذا ما كانش استجابة لطلباتهم الاوضاع عم تتفاقم، في اوضاع كثير صعبة اقتصاديا، في فقر. ونتأمل ان الدولة السورية يعني يكون هناك توجه لاخواننا في الجبل في كل سوريا وانهاء الاوضاع الاقتصادية اللي موجودة هناك. بدون شك انه يعني احنا قلقين على اللي عم بيصير غاد، نتمنى لهم التوفيق والوحدة. اخوان، بالنسبة لقضية المراوح والذكر يعني موقفنا واضح وصريح، موقف الطائفة كلها. صار هناك عدة جلسات، انعقدت عدة جلسات إن كان في مركز البلاد، وإن كان في جولان، وإن كان في بلادنا مع عدة مسؤولين. أمرار كانت تكون جلسة فوق 40 و50 واحد من كل الوزارات، من مكتب رئيس الحكومة طبعا، وكان اللي يشرف على القضية المستشار العسكري لرئيس الحكومة اللي اسمه آفيجي. يعني يا إخوان كمان مرة احنا اللي حكيناه وطلبنا إلغاء المراوح، وهاي موقفنا وهاي موقف المشايخ واحنا من وراهم. قلنا لهم على الاقل اذا لا يعني يكون تاجيل للموضوع تيصير اتفاق معين. المشروع كان حوالي 21 مروحه. الاقتراح اللي كان انه يبدوا في 8 مراوح، مش اتمامهم للاخر، بس العمل على يعني تجهيزهم في الارض، وعلى اساس انه هون مشايخنا واهلنا يقوموا في الاجراءات القانونيه اللي لازم تنعمل. انه اللي فهمناه واحنا اطلعنا عليه انه الشيء اللي انعمل غير قانوني، اذا غير قانوني لازم يكون اجراءات قانونيه. تاخذونيش في تقصير كبير في جولان، كثير مقصرين. صرنا اكثر من 3 اشهر واحنا نقول حطوا محامي، لازم يكون اجراءات، لازم يكون توجه للقضاء، لازم يكون حتى هذا الوضع عم بيطلبوه اساس انه ننزلهم عن هالشجره. لحد هسه تاخذونيش مشايخ فيش اي استجابه. وحتى قبل اسبوعين قعدنا في مقام سيدنا يهوذا صلى الله عليه، اجتمعنا من المشايخ وطلبنا منهم انه يكون اشياء. للاسف الشديد في تقاعس كبير بحكيها. احنا سمعنا توجأنا امبارح، بعثنا هسه كمان اصدرنا بيان قبل شوي انه احنا بنعارض الشغل ومش موافقين على الشغل، واعطاء الفرصه لاتمام المفاوضات. ولكن المشايخ لازم يكون من هون تحرك قضائي وقانوني، بصيرش احنا نقعد ونتفرج ونستنى هذا الخبر متوقع واحنا كنا نحكيه ونقوله. اما انا بتامل احنا بلكي نقعد هيك عقب الزياره، عقب الذكر مع اخواننا، وكمان مره بدنا نحثهم انه التوجه القانوني لازم يكون يستمر. احنا موقفنا ضد هذا المشروع واحنا طلبنا الغائه، ولكن بده تعاون. اذا ما كانش تعاون من هون بصير فشل. بالنسبه للصبايا وللبنات، وفي للاسف الشديد معي قائمه طويله عريضه من عنا ومن هون، من الجليل ومن الكرمل ومن الجولان، بنات اللي على التيك توك هذا اللي بسموه عم تعمل وضع يعني صعب جدا. اذا ما كانش محاربه لهي الظاهره، وكل اب او كل اخ او كل ابن عم يطلع وكلهم عم بيشوفوا شو الاوضاع اللي موجوده وشو يعني اوضاع كثير بشعه وصعبه بالنسبه لبناتنا، وبدناش نوضع اكثر من هيك. هذا وضع يعني لا يعقل انه يستمر. نتامل انه هاي الظاهره تحارب. ان شاء الله بتكون زياره مقبوله. جزاكم الله خير.